اتفضل. يعني زي ما انت شايف الميه الزباله كلها طينه والعشب دوت طبعا ملوثها، وتيجي في الاخر تعتبر الميه اللي احنا بنشرب منها هي دي الميه اللي احنا بنشربها، وزي ما انت شايف المنظر ده. انت ايه اقتراحاتك يعني؟ يعني المفروض يعملوا حتى لو في محطة ميه تنقي الميه دي، عشان الميه في الاخر احنا اللي بنشرب منها. ناس تعبانه، ناس بيجي لها امراض كلى بسبب الميه والتلوث اللي فيها. تلاقي في كبدي وفيروس سي تمام. طب انت شايف في تقصير من الدولة في الموضوع ده؟ تقصير من الدولة؟ صاحب التقصير منين؟ منين يعني؟ انا ولا واحد غلبان؟ احنا ناس ومين اللي بيتحكم؟ هنا اللي المفروض مسؤول عن الناس دي البلد، الدولة او الناس اللي ماسكة الدولة. ومين اللي بيتحمل المسؤولية، المواطن ولا الدولة؟ ليه يا عم؟ لا المواطن طبعا. ليه؟ المواطن تعبان، غلو، ميه مش كويسه. الواحد الفقير النهارده 100 جنيه ما بيكفيش واحد فقير معاه عيلين في بيته. 100 جنيه مصروف في اليوم مش هيكفيه. مش هقول لك 50 جنيه، والله ب 50 جنيه ما بتعمل حاجه. والله كمان مره واحد عنده عيلين ثلاثه ولا يعملوا له اي حاجه. الناس طبعا التعب بيعم على المواطن وعلى بالذات المواطن اللي هو عديم الدخل. مش هقول لك ان هو متوسط، هو عديم الدخل. لا يا عم لا. الناس هنا على باب الله ارزاقيه.